الحمامات الضيقة ايه اللي المفروض نعمله فيها عشان بقدر الإمكان نحاول نحسن منها. ده كده صورة الحمام موجود في التجمع الخامس في كومباوند ما، وهو على هذا الوضع القائم. أولا كده انت هتلاقي عرض الحمام هنا صغير جدا جدا، يعني غالبا هنا كان 80 سنتي باين، فحاجة طبعا صعبة جدا. أول حاجة هنا معمولة في الحمام إن هو عمل حاجة يعني مش منطقية خالص، وهو فكرة إن هو يعمل البلاط بتاعه أو البورسلين بتاعه أسود. ليه أسود؟ ليه أسود؟ هي مش ناقصة كتمة، يعني هو يعني ضيق بما فيه الكفاية، فكمان هيخليه أسود فهيحس إن هو كده منطبق على بعضه، يعني قافل كده على بعضه. يعني الشخص اللي واقف هنا تحس إن هو إيه، يعني محبوس خلاص، يعني في حاجة كاتمة عليه من الناحية اليمين وفي حاجة كاتمة عليه من ناحية الشمال. ميبي يكون ده رأي العميل، الله أعلم، عشان برضه ما نظلمش المهندس. فالحمام كده أولا اللون بتاعه بورسلين أسود، فده غامق جدا. فلو أنت عاوز بقدر الإمكان يعني تحاول تعدل في حمام يكون ضيق، فالبورسلين بتاعه أو الماتيريال اللي أنت هتستخدمها أيا كان تكون فاتحة، تكون أبيض. يعني ما ينفعش تخليها غامقة خالص، الغامق ده بيضيق أكتر ما هو بيوسع. فده بالنسبة للبلاط أو البورسلين. عندنا حاجة تانية، الباب نفسه بتاع الحمام، الباب ده ممكن نخليه يفتح لبره، يفتح لبره خالص. تعرف بقى ده مجرد انديكيشن بس مش اكتر. فهو المفروض يفتح لبره، يفتح لبره عشان يوفر مساحة جوه. يعني هو لو فتح لجوه هياخد لي المساحة دي كده كلها. طب ليه انا الاولى بالمساحة دي احطها للحوض مثلا؟ فبالتالي انا المفروض افتح الباب فين؟ لبره. ده حاجة من ضمن الحاجات. أو ممكن نخلي الباب نفسه بدل ما يفتح لبره، لو عندي جزء من المساحة يكفي أخليه باب منطبق أو فولدبل. أخليه باب إيه؟ منطبق، والباقي بقى إيه؟ هيفتح كده. فبالتالي هو هنا الباب هيفتح على نص المسافة. يعني بدل ما كان هنا مثلا الباب كله هيبقى 80 سنتي، فهيفتح على 80 سنتي لجوه سي هنا مثلا كده. فبالتالي لا، هو في الحالة دي أنا قسمته نصين، فيفتح على 40 سنتي، يفتح على 40 سنتي هنا بس. فبالتالي أنا كده وفرت 40 سنتي من المساحة. ده حاجة تانية. العميل بقى هنا كان عاوز ايه؟ يعني احنا دلوقتي المفروض قلنا لو الحمام بتاعنا ضيق هنحاول بقدر الامكان نخلي البلاط بتاعنا فاتح ابيض، وفي نفس الوقت الباب يا اما نفتحه لبره يا اما يكون باب منطبق فولدبل يفتح على نص المسافة بس. العميل هنا كان عاوز كمان هنا الحوض بالك جدا، ضخم جدا، فبالتالي صعب قوي، صعب يتحط في المنطقة شبه كده حوض ضخم كده. عاوز كمان هنا في رف كمان، وعاوز في رف كمان يكمل الاخر. فهو الحمام مش مستحمل الكلام ده كله. انت هنا ما عادش عندك ممر حركة اصلا، مسار الحركة بتاعك هنا مات. لو خدت انت دي مثلا كام 40 سنتي ما عادش في حاجة بقى، 40 سنتي صعب جدا تعدي في الحتة دي. فانت لا كده، ده مش اكسبتد خالص. لو حتى العميل عاوز كده فانت بتحاول بقدر الامكان توضح له، هو مش متخيل، هو متخيل منظر الحوض لوحده، هو الحوض شكله شيك او عاجبه او الكلام ده كله، لكن هو مش متخيل لما ده يتحط عنده هيضايقه ازاي. يعني هو الحوض اللي هو معجب بيه ده لما يجي يحطه في الحمام ويرجع يستخدمه بقى الاستخدام الآدمي بتاعه، هيزهق من عيشته، يعني هيكره نفسه تماما، هيكره عيشته فعلا حرفيا. فبالتالي احنا نحاول بقدر الامكان نقنع العميل انه لا، ده ما ينفعش. انت اخرك هنا تعمل حوض ظريف كده 35 سنتي مثلا ولا حاجة، حلو أوي. العمق بتاعه 35 سنتي مثلا، وده مثلا بالكتير يبقى 50 سنتي أو 60 سنتي على حسب المساحة بتاعتنا. ممكن انت كمان في الحتة دي ما تجيبهاش كده تكسرها كده، عشان يعني ايه تتكسر كده عشان التويلت هيبقى موجود هنا، فاللي يقعد بقدر الامكان ما يخبطش او ما يبقاش ده حاجة ايدج هنا موجودة فتضايق الشخص اللي قاعد لو المسافة ما جابتش معاه. فبالتالي دي ممكن تعملها ايه، تتشطف بالشكل ده. ده من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تحصل. ممكن نعمل حركة كمان لو العميل مصر على فكرة الحوض اللي هو البالك ده. احنا قلنا ده طالع كده وده طالع كده وده طالع كده وحاجة ستاند بقى، يعني هو عاوز حوض ستاند كده محترم. ماشي ماشي. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ندخل بالستاند ده من تحت جوه شوية. يعني لو سي اللي فوق دي 35 سنتي، نخلي اللي تحت يا سيدي 25 سنتي، او لو اللي فوق 30 سنتي يبقى اللي تحت 20 سنتي. فبالتالي الشخص اللي واقف يبقى عنده براح شوية. يعني عنده براح شوية، يعني الشخص اللي واقف هنا كده يبقى عنده براح شوية يدخل رجله هنا مثلا. يعني مش هيبقى من فوق 35 ومن تحت 35، لا، من فوق 35 ومن تحت داخل جوه شوية، فيبقى فيه ميل كده. يعني ده يبقى ايه،
السكشن بتاعه مثلا كده. شايف هنا من فوق كام؟ 35، من تحت 25 أو 30 20 أيا كان. فبالتالي الشخص اللي هيبقى واقف هنا كده في حتة ممكن يمد فيها رجله شوية، فبالتالي ده ممكن يساعد في الوقفة بتاعة الشخص اللي هو يبقى واقف قدام الحوض. دي بعض الحلول العملية اللي انت ممكن تستخدمها لو الحمام بتاعك ضيق. اشوفكم على خير، سلام عليكم.